الفن لغة يفهمها الجميع، هي لغة عابرة للقارات، يفهمها الإنسان دون الحاجة إلى مترجم. وإحنا في جاليري حول العالم بنخاطب النفس ونخاطب الروح ونستمتع معا بجاليري حول العالم. Art is a language understood by everyone. Wherever you are, whoever you are, whatever language you speak, you can understand art. Art can touch your soul, it will cross your boundaries, it goes beyond all understanding. It touches your soul and your spirit. Art is something really, really nurtures your spirit. Now in gallery around the world, we'll let you enjoy. أنا جمال فهمي، المفروض من مهنتي الأصلية كاتب وصحفي. بيتي مأواي القديم دارس فنون، لكن قعدت حوالي 38 سنة ما بمسكش الفرشة أو الريشة. يعني كنت بس برسم سكتشات كده وأنا قاعد بتسلى. يعني بدأت أشغل وقتي بالرسم، ويعني زي ما انتم شايفين كده يعني ده منهجي على طول في الرسم. أنا بحب الطريقة دي، واللي هو الفن الحديث الابستراكت، التجريد المفرط في تجريديته وواضح عن تشخيص ما هو في الطبيعة، الشجر والجبال والبحار والبشر. ده بقى السائد في كتير من بقاع العالم المهمة. يعني الفن التشكيلي ما بقاش بقى نوع نادر جدا إن الجاليريات تعرض أشياء من الطبيعة، سواء زي ما قلت بشر أو شجر أو حيوانات أو بحار أو كده أو زهور.
وعملت سنة في أول 2018 عملت أول معرض ليا أو معرض في حياتي، وده المعرض الخامس. ومن وقتها أنا يعني بشتغل في العمل التشكيلي بروح الهاوي، لكن يعني وعايز احافظ عليها، ما بقاش يعني محترف قوي، لكن طول الوقت ببقى مهووس ب يعني اطرق مناطق جديدة دخلت فيها تجارب كتيرة جدا اغلبها فشل، لكن بعضها نجح. ولما نجح يعني فرحت جدا بنجاحها اني اخيرا سيطرت على الخامة وعملت منها الشغل. بطبيعة الحال هذا النوع من الرسم، من محاولة الإبداع، محاولة خلق كمان، لأن أنا متصور إنه فن تشكيلي بالذات. أنا كنت بقول قبل شوية إنه في فنانين كبار جدا حذروا يمكن من نهاية القرن ال19 إنه الفن التشكيلي إذا ظل على الوتيرة اللي كان بها، رغم إن كان بدأت تظهر مدارس مختلفة، لكنها ضمن إطار محبوسة ضمن إطار محاولة تقليد الطبيعة. ده مش معناه إن الفن الحديث الطريقة اللي أنا برسم بيها الابستراكت ملوش علاقة بالطبيعة. هو طبعا كل شيء موجود في الطبيعة، كل الألوان، ما لا يحصى من الألوان موجود في الطبيعة، وكل فضل المبدع في إنجاز لوحاته إذا يعني بيشتغل بالطريقة بتاعتي، اللي أنا بعترف إنها طبعا مش شعبية أو مش شعبية كتير، خصوصا في بلادنا، لكن إنه يحاول يخلق من حوار المساحة واللون نوع من الجمال. كتير من الجمهور العادي اللي بيجي لي معرضي بيتوقف أحيانا قدام لوحة معينة ويطلب مني، يقول لي هو اللوحة دي مش فاهم حضرتك تقصد بيها إيه، بيكلمني يعني. فأنا عادة ببدأ إني أقول له ده معناه إن أنت فاهم الباقيين. مفيش حاجة محددة. هي الفن التشكيلي رأيي إنه مش مؤهل لإنه يحمل رسالة، أو ما هوش كفء إنه يعبر عن رسالة معينة لو فنان أراد إنه يعبر عنها. طبعا حصل فيه طبعا في التاريخ أعمال عظيمة بتعبر عن إحساس فنان وموقفه حتى من بعض القضايا الإنسانية النبيلة جدا، لكن أنا متصور إن الفن التشكيلي إذا اقتصر على يعني اللوحة التشكيلية إذا اقتصرت على صياغة نوع من الجمال، فهذا يكفي في حد ذاته، يكفي كرسالة. أنا عادة بقول يعني الجمهور العادي اللي بيمر على معرضي إنه إذا حاول يقول لي إيه الفكرة، أقول له ما فيش أي فكرة. من الأفضل إنك تغير السؤال، تسأل نفسك سؤال معين: هل اللوحة دي، هل تكوينها اللوني، هل تركيبها كده مريح جميل ولا لأ، ولا قبيح؟ ممكن جدا ترى في اللوحة قدر من القبح، ممكن يرى فيها قدر من الجمال. هو ده اللي المفروض الفنان يبقى بيسعى إليه عموما. المعرض هنا فيه 24 لوحة، بعضها طبعا بعض الحاجات اللي اتباعت أصحابها أصروا ياخدوها فمبقتش موجودة. الخمس معارض قبل كده ربما كان في يمكن نصهم كان القاعات بتبقى أكبر والعدد الأعمال بيبقى أكبر بكتير، لكن في القاعة الكبيرة عملت معرضين.
3 معارض اللي بعد كده عملتهم تقريبا. هو كل سنة بيبقى عندي معرض. هو المعرض ده اسمه ضجيج لون. وأنا ما كنتش مقرر طبعا، ولا مرة قررت اسم المعرض غير في آخر لحظة بعد ما تكون كل اللوحات انتهت. يعني باخد جولة كده على المعرض ككل، نظرة واحدة على المعرض ككله، ويديني يعني مسمى معين. أنا سميت ده ضجيج لوني. هو كل مرة الحقيقة اللون هو البطل الأساسي في اللوحة، يمكن أحيانا بيبقى البطل الوحيد. فحسيت كده بنظرة على شاملة على المعرض إن هو ضجيج، لكن ضجيج مش بالمعنى المزعج، لكن فارض حضوره، اللون فارض حضوره بقوة في لوحات المعرض. يعني ده كل اللي أقدر أقوله عن هذا المعرض. لما نجحت بعد عشرات التجارب الفاشلة في استخدام في تطويع خامة الصباغة، اكتشفت إنها مسألة صعبة جدا جدا. يعني مثلا اختلاف الدرجات دي هنا وهنا بين التركواز الغامق شوية واللي هو فاتح أكتر ده، دي خدت جهد رهيب علشان تطلع بالشكل ده. هتلاقي في الأحمر في الأصفر، يعني في كتير كانت اختلاف درجات اللون متعبة جدا، لكن يعني الحمد لله النتيجة أظن معقولة. من الخامات برضه المختلفة بالمرة، فمين استخدامها الأيام دي هي التكتشر ده رمل وحصى. ده في هنا لوحة اللي هي الكبيرة اللي اتاخدت صاحبها خدها، كانت بارزة فيها لأنها كانت لون واحد أزرق، يمكن برضه باستخدام الرمل والحصى. بس دي بقى معها أويل الزيت. دي زيت ورمل وحصى ولون، يعني ده يعني أنا مخلقه. وبرضه في البداية كانت في تجريب شديد جدا وفشل كتير ثم نجاح في الآخر، يعني الحمد لله. برضه زيت اللي بعدها الصبغة اتعملت الباك جراوند الخلفية بتاعت اللوحة ثم الألوان. دي كلها بالزيت، بس هي ليرز أو طبقات فوق بعضيها. عملت التأثير ده بالسكينة.
فوق برضه استخدام السكينة، لكن قليلا شوية عن كده يعني، أو أخف. دي الصبغة برضه الخلفية وعليها لون. ما اعرفش قد ايه اللي ببقى فيها، لكن طول الوقت بحاول اخرج لمناطق جديده، حتى جديده عليا. في معرض الاستاذ جمال فهمي، هو معرض اول عنوان ليه هو اللي اسمه ضجيج الالوان، لكن انا شايف التجريب في اللون. التجريب في اللون مدرسه مفتوحه الطرفين لا تنتهي حتى نهايه العالم. اللون نعمه من نعم ربنا، ونعمه من نعم التعبير، ونعمه من نعم الرؤيه البصريه للفنان ولغير الفنان للعالم كله. الاستاذ جمال هنا عمل محاولات كتير جدا باستخدام لون ابيض على لون ابيض ولون اسود على لون اسود ومشاركه دائره الالوان في عديد من اللوحات، ولكن المتميز في المعرض ده عن المعرض اللي فات ان هو لخص الدنيا اكتر من اللازم، لدرجه ان ممكن تلاقي لون واحد على ارضيه واحده، لكن التعبير اللي طالع من الفرشه اللي هو ثقافه الجسد المنقوله منه للورق او لسطح اللوحه فيها تعبير كتير جدا، ولذلك سماه ضجيج الالوان، وانا شايف اسمها نغم الالوان. طبعا التجريد هنا مش تجريد بس في اللون، هو تجريد في الخط واللون والمساحه والشكل والارضيه في كل عناصر التصميم، لكن في الاخر قدر يسيطر على علاقته الشخصيه بالمسطح اللي قدامه من خلال عنصر بارز جدا هو عنصر اللون. الف مبروك، وان شاء الله نشوف معارض اكبر واجمل ان شاء الله في المستقبل القريب. الأستاذ منحت كلية التربية النوعية جامعة القاهرة. الحقيقة النهارده معرض الأستاذ جمال فهمي معرض مميز، لأن اللون تحس فيه في حراك، في ثورة كده من خلال الألوان، من خلال طريقنا في التفاصيل بتاعة الألوان تجد الشخوص. يعني هو بيشتغل على التجريدية اللي هي بتعبر عن مواقف وحالات شحنات قوية تشوف في بعض اللوحات، كمان استخدامه للخامات المختلفة مع ضربات الفرشة، مع استخدام الملمس الخشن مع الملمس الناعم. الحقيقة حالة من الإبداع اللوني اللي بياخدك بعيد عن التشخيصية. يعني المعرض مميز في إنك مش لازم تقول ده شخص أو كذا أو كذا أو كذا، أو تدخل تخش على بتبص على علاقات لونية، بتبص على تدخلات من خلال
تقسيم النسب اللي هو بيحاول يوزعها على سطح اللوحة، كمان احترامه ان هو مش ماشي بتيمة واحدة ومش ماشي حتى بفريم واحد او بمقاس واحد. ده مديله تميز شوية لانه مخليك تحس ان هي شحنة انفعالية من الفنان بيحاول يطلعها على سطح اللوحة واحنا بنستمتع الحقيقة بيها. بشكركم جميعا. برنامج جاليري حول العالم معجب بيه جدا، معجب باسمه على فكره. Thank you for watching. We enjoyed having you. Hope you've enjoyed our episode for today from Gallery Around the World. استمتعنا بوجودكم معنا النهارده في جاليري حول العالم. يا رب تكون حلقتنا امتعتكم. الى اللقاء، حلقه جديده، فن جديد، متعه جديده، وجاليري حول العالم.